الانترفيو هو أهم خطوة أو أول خطوة في الحصول على الوظيفة المهمة اللي أنت نفسك فيها، وخصوصا لو في شركة انترناشونال أو شركة كبيرة. النهاردة هنتعلم مع بعض الخطوات وبعض التيبس والهنتس اللي هتفيدك أثناء الانترفيو، ودوت من خلال خبرة أنا اكتسبتها في إن أنا عملت انترفيوز كتير جدا سواء جوه مصر أو بره مصر لأكبر الأكاديميات سواء بالإنجليش أو بالعربي. في الفيديو دوت هو بارت 1 هنتكلم عن 6 خطوات ناخد بالنا منها قبل أصلا ما تروح الانترفيو. أهلا بيكم. دوت الجزء الأول اللي هو قبل الانترفيو نفسه. الخطوة الأولى، قبل ما بتروح الانترفيو لازم تكون محضر كويس جدا وقاري عن الشركة اللي انت قدمت فيها أو هتقدم فيها. لازم تعرف هما بيشتغلوا في ايه كويس، ايه تاريخهم، ايه المميزات والعيوب بتاعتهم، وغالبا هتلاقي الكلام دوت موجود على الويب سايت بتاعهم. تاني خطوة، لازم على قد ما تقدر تعرف ايه هي الأسئلة اللي انت هتتسألها، ولازم تكون محضر لها كويس. هتلاقي في حاجة اسمها FAQs موجودة على الويب سايت لو هي شركة كبيرة، ولازم يكون عندهم FAQs اللي هي Frequently Asked Questions، الأسئلة اللي دايما بيسألوها أو بيتسألوها، فتكون محضرها وتكون عارف الوظيفة اللي انت مقدم عليها ديت ايه هي وايه الأسئلة اللي هتتسألها عشان تحضر لها كويس. الخطوة الثالثة، لازم تكون عارف الجوب ديسكريبشن او التوصيف الوظيفي للوظيفه اللي انت مقدم عليها، ايه اللي مطلوب منك ان انت تعمله، وهل هو مناسب فعلا ليك ولا لا، وعلى اساسه تعرف ترد على الاسئله اللي هتتسالها. الخطوه رقم 4، انت خلاص عرفت ايه الشركه وعرفت ايه الاسئله اللي هتتسالها وابتديت تحضر الاجابات. الخطوه رقم 4 ان انت تسخر اي حد بقى من اصحابك، حد من قرايبك، وتقعده كأنه هو الانترفيور، هو اللي بيعمل لك الانترفيو. هو هتكون كاتب له الأسئلة، هو هيسألك وانت تبتدي ترد عليه. لازم تعمل تدريب لنفسك كويس جدا وتكون حافظ الإجابات، بس ما يبقاش صوتك باين ان انت بتردد الإجابة، انت فاهمها. اختار الألفاظ اللي مناسبة ليك او اللي هتكون مناسبة للانترفيو وتقدر ترد عليها علشان تكون مدرب نفسك صح. النقطة رقم 5، انت كده هتتسأل عن نقط قوتك ونقط ضعفك، واهم حاجة اجابتك عن نقط ضعفك. نقط ضعفك حاول تختار نقطة ضعف في حاجة انت كنت بتتعلمها وابتدت تبقى كويسة عندك. بمعنى، على سبيل المثال، انا افتكر زمان تقريبا من 15 سنة اتسألت ايه هي نقط ضعفك وكنت محضر اجابة كويسة جدا. انا كان في برنامج معين اللي هو الاكسل، انا ما كنتش بعرف اشتغل عليه كويس في عموما على الكمبيوتر، فقلت له والله انا اكتر نقطة ضعف عندي هي الشغل على الاكسل. المهم ابتديت اتعلم وابتديت اقرا وابتديت اشوف لحد ما ابتديت ابقى كويس في الاكسل. فهو ده المقصود، ان انت تشوف ايه هي نقطة الضعف بتاعتك وتحاول تستخدمها على انها قوة بالنسبة ليك او بقت نقطة قوة في حياتك، علشان يبان ان انت حد بيشتغل وبيطور من نفسه. ما تقولش نقطة ضعفي ان انا بخاف من الكلاب، انا مش هيفرق معايا كانترفيور انت بتخاف من الكلاب ولا بتخاف من المارشميلو، مش هيفرق معايا خالص. الخطوة رقم 6 اللي تاخد بالك منها، ان انت الليلة اللي قبل الانترفيو لازم طبعا تكون مهيئ نفسك ان انت هتنام بدري، وقبل ما بتنام بتكون محضر هدومك والمحضر الهدوم اللي هتكون مناسبة ليك ومناسبة للوظيفة. يعني انت رايح انترفيو في شركة كبيرة، شركة انترناشونال، لازم تبقى رايح لابس فورمال. وخلي بالك ان في ستايلز طالعه اليومين دول بالنسبه للبدل، ان هو البنطلون ممكن يكون قصير شويه، ممكن تكون لابس شراب سيكريت، او الحاجات ما شعر رجلك ما يظهرش خالص. ما تحاولش الكلام دوت، البس بدله عاديه جدا فورمال. وكل ما كان الطقم او الهدوم اللي انت هتلبسها مريحه ليك وشكلها كويس، فانت ثقتك بنفسك هتعلى، وكل ما كانت ثقتك بنفسك عالية كل ما كانت إجابتك أحسن أثناء الانترفيو. دي كانت أهم 6 خطوات لازم تاخد بالك منها قبل الانترفيو. عايزكم تتابعوا الفيديو التاني بارت 2 أثناء الانترفيو تعمل إيه.